وحشتوني. إياك تتسول الاهتمام في علاقاتك الإنسانية. في لحظة في حياة كل واحد مننا لازم يقف مع نفسه فيها ويسأل: هو أنا واخد مكاني الطبيعي في حياة الشخص اللي قدامي، ولا أنا بقيت بطلب الاهتمام؟ في فرق كبير جدا بين إن أنت تعبر عن احتياجك وبين إن أنت تتسول الاهتمام. التسول في العلاقات شيء صعب جدا، والتسول الحقيقي ان انت تفضل تستنى رسالة من شخص عارف انه مش هيسأل عليك، وتفضل تبرر غيابه وتخلق له اعذار وتقول اكيد مشغول، اكيد ظروفه صعبة، اكيد هيكلمني لما يفضى، اكيد هيحس بيا، وكل مرة تفرح باي اهتمام بسيط رغم انه بقى نادر جدا، وكأنه بقى كفاية انه يعوضك على الاهتمام اللي قبله. التسول ان انت تبقى اول واحد يبعت، وانك اول واحد يسأل، وانك اول واحد يصالح، وانك اول واحد يعتذر، وكل مرة تكسر كرامتك عشان العلاقة تفضل مكملة. والأسوأ انك مع الوقت تفتكر ان ده شيء طبيعي وان الحب لازم يبقى كده، لكن الحقيقة غير كده تماما. الإنسان اللي بيحبك بصدق ممكن ينشغل وممكن يأثر أوقات، لكن عمره ما هيخليك تحس إن وجودك في حياته حمل، أو إن اهتمامه بيك لازم تطلبه منه كل شوية، لأن الاهتمام مش كلام بيتقال. الاهتمام أفعال صغيرة بتتكرر، سؤال بيطمن، وقت بيتخصص ليك انت بتاعك، وإحساس بيوصلك إن انت ليك مكانة معينة غير الناس الباقية. أوقات كتير بنفضل متمسكين بعلاقة مش لأنها مرهقة، لكن لأن احنا متعلقين بفكرة حب الشخص ده أو الذكريات اللي بينا، أو بأمل إنه هيتغير، فنقعد نستحمل اللي عمرنا ما كنا هنقبله من أي حد تاني، ونقعد نقنع نفسنا إن بكرة هيبقى أحسن. لكن العلاقات ما بتتغيرش بالأماني، بتتغير بالرغبة الحقيقية من الطرفين. وأخطر حاجة إن أنت مع الوقت تبدأ تشك في نفسك وتقول: يمكن أنا بطلب كتير، يمكن أنا حاسة زيادة عن اللزوم، يمكن المشكلة في أنا. لكن الحقيقة إن المشكلة مش في احتياجك للاهتمام، المشكلة في إنك بتطلبه من شخص أنت مش من ضمن أولوياته ولا اهتماماته. افتكر إن أنت لما تفضل تجري ورا اهتمام حد في الغالب هتتعب قبل ما توصل، ولو وصلت هتكتشف إن الاهتمام اللي بيجي بعد مطالبة طويلة عمره ما بيريح القلب، لأنه بيحسسك إنك أخدته بعد استجداء، مش لأنه خارج من رغبة حقيقية من الشخص اللي قدامك. اوعى تخلي خوفك من فقد الإنسان اللي بتحبه يخليك تقبل بعلاقة تحسسك إنك وحيد جواها. الوحدة خارج العلاقة أهون بكتير من الوحدة وإنت مع شخص المفروض يكون أقرب الناس ليك. اعرف إن كرامتك مش ضد الحب، بالعكس، الكرامة هي اللي بتحمي الحب من إنه يتحول لظلم. واللي يقدرك هيخليك تحس بقيمتك من غير ما تطلب، هيهتم بيك من غير ما تفضل تفكره كل شوية، هيخاف على زعلك لأنه خايف يخسرك بجد، مش لأنه خايف من الاحتياج. في الآخر اختار اللي انت تحس ان انت وجودك معاه إضافة. الشخص اللي يفتقدك قبل ما تختفي، ويسأل عليك قبل ما تشتكي، ويقدر وجودك قبل ما تدخل كل يوم في معركة عشان تثبت ان انت تستحق الاهتمام. افتكر الاهتمام اللي بيجي بعد استجداء عمره ما بيدفي القلب، لكن الاهتمام اللي بيطلع من محبة صادقة هو اللي بيخليك مطمن. اوعى تتسول اللي المفروض انت تبقى واخده حق ليك بمحبة، وما اضطرتش اللي يختار انه ما يشوفكش. دمتم سالمين.